هنعمل النهارده القرص الفلاحي الطريه. تعالوا النهارده لما اقول لكم على طريقتي المعتمده في القرص الفلاحي الطريه، وهتطلع معاكم هشه وقطنيه كمان لغايه اخر قرصه هتاكلوها. القرص الطريه الفلاحي دي من الوصفات المصريه الاصيله اللي كلنا بنحبها وبنحب نعملها كمان. لو اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه واعملوا لايك وشير للفيديو. اول حاجه هنبتدي بالمكونات. 1 كيلو من الدقيق على نص لتر لبن رايب، اهم حاجه يكون رايب، لو مش رايب بتضيفوا له معلقه خل عشان خاطر يروب معانا. يفضل او ممكن مكان اللبن الرايب زبادي، بس احنا النهارده هنستخدم كيلو من الدقيق عليهم 300 جرام من السمنه، اقل من نص كيلو يعني. هنبتدي نخلط السمنه بالدقيق. اهم حاجه انبسي الدقيق تبسوه كويس وتخلطوا السمنه كويس، تفركوها كده بايديكم وبين ايديكم كمان لغايه ما السمنه تختلط بالدقيق. ده خطوه حلوه خالص للقرص او في الكعك او في اي حاجه او اي معجنات، بتكون تحفه جدا. اهم حاجه يختلط كويس جدا بالدقيق. بعد كده كوبايه ميه دافيه عليهم معلقه كبيره من الخميره ومعلقه من السكر، بنسيبهم على جنب يختمروا عشان نختبر الخميره. لو كويسه بنضيفها على الدقيق، لو مش كويسه بنبدا نجيب خميره تانية. فهنا زي ما بتفركوا بين ايديكم كده عشان خاطر يطلع والسمنه تختلط بالدقيق كويس بين ايديكم كده. انا عملت بالسباتولا الاول وبعد كده عملت بعد كده انا برضو ما سبتش الخميره كتير عشان كنت مستعجله وكده، بس لو حابين تسيبوها اكتر من كده بتنتفخ وبتزيد كمان، فبتطلع معاكي الخميره بتكون هي احنا اختبرناها وعملنا وبتكون كويسه وكده. بعد كده بتضيفي معلقتين او 3 من السكر حسب السكر عندكم، حابينها زياده مظبوطه. انا ضفت معلقتين من السكر ورشه من الملح ومعلقه من البيكنج باودر وكله مع بعضه. بعد كده بنضيف اللبن الرايب ونعجنهم مع تفضلوا تعجنوا في المكونات لغايه ما تختلط مع بعضها وبتكون طريه كده. بنخلط كل المكونات. بعد كده بنضيف احنا ضفنا معلقه من البيكنج باودر، معلقه من الخميره على كوبايه ميه دافيه، على معلقه من السكر، وضفنا كمان معلقتين من السكر وكوبايه كبيره من السمنه بمعادل 300 جرام اقل من نص كيلو، وكيلو من الدقيق. بعد كده بنضيف اللبن الرايب نص كيلو من اللبن الرايب حسب تفضلي تزودي كده لغايه ما يتعجن مع بعض ويطلع معاكي طري. بعد كده بتضيفي معلقه كبيره من السمسم، ممكن تضيفي معلقتين تبع ما بتحبوا. احنا ما بنحبش السمسم كتير قوي في القرص عشان الولاد وكده، فتقدروا تضيفوا الكميه اللي انتوا حابينها. اهم حاجه ايدك تطلع من العجين وتكون طريه كده معاكي. السمسم ليه فوائد كتير بس الاولاد مش بيحبوه قوي كده، ما بيحبوش القرص يكون ظاهر فيها السمسم، فبحاول ما بكترش من السمسم كده. فانتوا لو حابين كتروا من السمسم عادي خالص، وحطوا كمان في العجوه كمان سمسم. هنبدا بقى سيبناه 10 دقايق كده تريح كده وبس. وبعد كده بتقطعيه قرصه كبيره قرصه صغيره تبع القطعيه اللي انتوا بتحبوها، وتقدروا تحطوا في العجوه كمان تسيحوها على النار بمعلقه سمنه ومعلقه سمسم. لو انتوا حابين تقدروا تضيفوا السمسم، ده خطوه اضافيه يعني او اختياريه معاكم. مش حابين تعملوه برضو ممكن تحطوا العجوه، لو العجوه طريه ومش محتاجه تتحط في سمنه عادي خالص تقدروا تحشوا بيها القرص كده. احنا بقى عاملين الخطين اللي في النص كده بسكينه تدي منظر بس وشكل، اما هي عادي تقدروا تسيبوها من غير عجوه، بعجوه تقدروا تقطعوها من فوق، تقدروا تعملوا شكل، تقدروا تسيبوها ساده. القرص الطريه الفلاحي مش محتاجه اي حاجه. انا هعمل قدامكم كام واحده كده، هتبداي تفرديها كده على اللي هو ايدك وتحطي فيها العجوه. ممكن تعمليها ساده كمان مش شرط تحطي فيها عجوه، وتقطعيها كده بالسكينه كشكل بس. هنعمل كام واحده قدامكم، بعد كده هنعمل الباقي ونحطه في الصينيه، وتكوني في الوقت ده مشغله الفرن تقدري تشغلي من تحت. وبعد كده اول ما ياخد وش من تحت تقدري تشغلي الشوايه، وممكن لو فرنك بيوزع الحراره ولا حاجه مش محتاجه تشغلي من فوق. بكل سهوله بتعملي القرصه، تفرديها تحطي حته العجوه او قطعه العجوه وتبداي تبطبطيها كده، وبعد كده بالسكينه تعملي خطين وتدخليها الفرن يكون متشغل قبلها ب10 دقايق ولا ربع ساعه. ما بتاخدش الا 10 دقايق، بتاخد من 10 دقايق ل 15 دقيقه، يعني ربع ساعه و10 دقايق من فوق ومن تحت، وبتطلع معاكي متحمره من فوق ومن تحت وبتكون حلوه. يلا قومي ما تكسليش، قومي اعملي شويه قرص طريه بكيلو دقيق بس، هتعملي كميه محترمه وتقدري تحطيها في لانش بوكس للاولاد، تقدري تفطري بيها انتوا واولادك وجوزك الصبح على كوبايه شاي كده وكوبايه لبن، وهتفطروا بيها الصبح انتوا والاولاد. وتقدروا تدخلوها في اكياس اول ما بتبرد وتدخلوها الفريزر او تطلعوها قبلها بنص ساعه ولا ساعه، وبتطلع معاكم طريقه اكنها لسه معموله بالظبط. واول ما تطلع من الفريزر تقدروا تسخنوها في الميكروويف او الفرن العادي.
اخدت معايا بالظبط 15 دقيقه. شايفين طالعه حلوه ازاي من الفرن وبتجنن وتحفه كمان. شوفوا طريه ازاي، والعجوه فيها كمان طريه وتحفه وباينه ان هي طريه وحلوه. تقدروا تحطوها في اكياس وتدخلوها الفريزر وتطلعوها تسخنوها في الميكروويف، او ممكن تفك تسيبوها بس نص ساعه وتاكلوها اكنها لسه جايه من بره، او اكنها لسه معموله بالظبط على كوبايه شاي كده. وانا يومها فطرت بيها بس وما اكلتش اي حاجه تانية. لأول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة. لو عجبكم الفيديو اعملوا شير ولايك للفيديو. شايفين القرص بقى تحفة وطرية وهشة كمان وقطنية، وكمان لو سبتها اكتر من كده ساعة ولا حاجة بتبدأ بقى تعمل ليكي مسام جوه، وبتكون حلوة من جوه وخفيفة كمان وقطنية.